صناعة السينما والتلفزيون شيء صعب. الضغط والشهرة والرفاهيات الزيادة ممكن يخلوا الشخص يقع في فخ الإدمان بسهولة، ولكن في نجوم كبار قدروا إن هم يواجهوا شيطانهم ويكملوا وينجحوا نجاح باهر أكتر بكتير من اللي هم كانوا فيه. قصصهم مش بس ملهمة، ولكن دليل إن الحياة ممكن تبقى أحلى بكتير قوي بعد التعافي. من أشهر القصص دي روبرت داوني جونيور، والمعروف قوي بالنسبة لنا بإيرون مان. كان بيعاني من إدمان المخدرات والكحول، دخل السجن ودخل مراكز إعادة التأهيل لأكتر من مرة، وصل إن هو يخسر مسيرته الفنية بالكامل، ولكن بإرادته القوية ودعم زوجته ومساعدة الآخرين قدر إن هو يتعافى تماما. مش بس كده، ده رجع بقى نجم عالمي وبقى واحد من أعلى الممثلين أجرا في هوليوود، ونجح نجاح أسطوري في دور ايرون مان اللي كلنا نعرفه بيه. قصته بتثبت إن التحول ممكن نبقى من القاع للقمة، بس هو الموضوع محتاج إرادة ودعم وعزيمة ومساعدة للآخرين وطلب للمساعدة. النجم برادلي كوبر كان صريح جدا بخصوص إدمانه للكحول والمخدرات. هو شايف إنه التعافي هو اللي خلاه ينجح في مسيرته أصلا، وقدر يركز بجد وكون شخصيته الحقيقية في حياته المهنية بعد التعافي. أصبح واحد من أبرز الممثلين والمنتجين في هوليوود، اترشح لجائزة أوسكار أكتر من مرة، وده بيثبت حاجة واحدة، إن التعافي ممكن يوصلنا للنجاح والإبداع بكل سهولة. صامويل إل جاكسون، واحد من أشهر الممثلين وأكثرهم إنتاجا في هوليوود، عانى من إدمان الكحول والمخدرات لسنين طويلة. نقطة التحول في حياته كانت لما لقوه في حمام بيته وهو متعرض لجرعة زيادة وأوفر دوز خلاص، وكان فاقد للوعي. بعد كده دخل مصحة لعلاج الإدمان وقدر ان هو يتعافى، وهو نفسه بيقول ان تعافيه كان السبب الرئيسي، ان التعافي هو كان السبب في نجاحه في مسيرته المهنية والادوار المهمة جدا اللي هو عملها بعد ما خرج من مصحة علاج الادمان. وده بيثبت ان التعافي ممكن ينقل الواحد من خلاص حد على مشارف الموت لحد على قمة النجاح. القصص دي بتأكد لنا ان الشهرة والنجاح والفلوس مش حماية من الادمان. الادمان ممكن يسيب اي شخص، سواء غني او فقير، مشهور او حتى ناجح في حياته، ممكن يسيبه الادمان. الادمان مرض مش بيختار الضحية بتاعته، بل الضحية بتاعته هو مصاب بيها. هو منتظر بس المحفز، ولكن بينتظر برضو المحفز بتاع التعافي. كتير مننا اتعافوا وقدروا ان هم ينجحوا ويشوفوا مستقبلهم ويوصلوا للنجاحات الكبيرة بمجرد بس ان هم اعترفوا ان هم عندهم مشكلة. ولو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب للقناة، اعمل كومنت، شير الفيديو لزمايلك، لعل وعسى نقدر نفيد حد بكلمة. سلام.